السلام عليكم. فيديو النهارده بقى، يعني انا دايما ببتدي الفيديو بتبقى قدامي الترابيزه فاضيه، بس المره دي انا حاطط الاكل قدامي وكده لان الباكجينج رهيب. طيب مبدئيا احنا النهارده معانا مطعم اسمه ايراز. اسمه ايراز ولا ايرا؟ طب مبدئيا احنا معانا مطعم النهارده اسمه ايرا مارفلز برجرز. طيب فكره المطعم ده ايه؟ هو بيعمل سندوتشات برجر بيف وتشيكن، بس مسميها باسماء السوبر هيروز سواء بقى من مارفل او من دي سي. هو المطعم ده مكانه في وسط الدهشور عند سيتي ووك، في اخر سيتي ووك كده. فرحت هناك عملت اوردر كده، وحتى كمان هو حاطط هناك مجسمات لكذا سوبر هيرو، سبايدر مان وايرون مان وهالك والهالك باستر برضو. طبعا مارفل فانز هم اللي يعرفوا الهالك باستر ده، كان في ايدج اوف الترون. فتعالوا بقى اوريكم الدنيا هناك شكلها عامل ازاي، وبعد كده نرجع تاني ندوق ونشوف ايه النظام. وقبل ما نبدا الفيديو اللي مش مشترك اشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو. يلا بينا. طيب مبدئيا انا بقالي فتره كبيره عايز اجرب البرجر اللي هو العيش بتاعه بيبقى الوان اخضر واحمر واسود وازرق والحاجات الغريبه دي، بس كل مطعم بيعمل نوعيه السندوتشات دي يقول لي لا احنا وقفنا النوعيه دي عشان الاستيراد وقف. فلقيت المطعم ده بيعمل السندوتشات دي، فقلت لا يلا بينا بقى. وساعه ما الاوردر خلص واستلمت منهم الاكل، الباكجينج يا جماعه تحفه. انا عاجبني قوي جو الالوان والحاجات دي، يعني هو هنا في رسومات كتير تحسها اصلا متاخده من كوميكس بالظبط. وحتى هنا برضو الكيس ده صوره الساندوتش اللي عليه جامده جدا. واخيرا العلبه دي اللي عليها السوبر هيروز، يعني لا الموضوع لذيذ جدا. يعني بالنسبه للاطفال انا حسيت نفسي كاني طفل مره واحده، مش عارف ليه. احنا ناس كبيره ما بيهمناش الكلام ده، احنا اللي يهمنا الطعم. ايه الكلام ده؟ ايه الرسومات والكلام ايه ده؟ شغل عيال. طيب هو المنيو عندهم فيه سندوتشات برجر وفي ابيتايزرز. انا بصراحه انا فتره ابيتايزرز يعني قلت ايه نخش في سندوتشات البرجر على طول، ايه نخش على التقيل ونشوف. السندوتشات عندهم بيبقى فيه سمول ولارج. انا جبت اوفر من عندهم عباره عن البوكس ده فيه 4 سندوتشات وبطاطس لارج وكنز بيبسي، بيبقى عامل 260 قبل الضريبه، يعني بعد الضريبه 296 ونص. بس السندوتشات دي بتبقى سمول، فانا جبت ساندوتش خامس لارج عشان نشوف حجم اللارج عامل ازاي. طيب نفتح بقى كده علبه، تفتحها تلاقي الاربع سندوتشات ومعاهم بطاطس وجلافز ومناديل وشوكه وسكينه. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، نحطه على جنب. طيب كميه البطاطس اللي موجوده هنا كويسه. بص حتى الكيس برضو كده برضو فيه شغل جامد. يعني التفاصيل دي مهمه للاطفال، يعني مش الناس الكبار اللي زينا. بسم الله. طيب هي بطاطس ملحها مظبوط، ما عليهاش بهارات او حاجه. فخلينا نبدا باول ساندوتش كده. هو الكيس ده كان حاطط فيه الكنز، بس انا حطيت الكنز في الثلاجه يعني. حتى برضو تغليف البرجر نفسه، يعني بص الورق عامل ازاي، تحس برضو فيه رسومات من كوميكس كده، يعني في شغل حلو بصراحه. بس اهم حاجه الطعم، يعني الطعم لو وحش دي هتبقى مصيبه بعد الشعر اللي انا بقوله في المكان ده يعني. ده هنا ساندوتش لونه احمر. الاحمر ده كان بيبقى يا ربي كان بيبقى يا سبايدر مان يا ايرون مان، انا مش فاكر انا جبت انهي لا جبت سبايدر مان صح. هو هناك مسمي السندوتشات باسماء السوبر هيروز. ده هنا عباره عن صدر فراخ وشريحه جبنه وفلفل الوان وصوص بلو تشيز وبافلو صوص وسلامي وخيار مخلل وطماطم. خلينا نقسم الساندوتش ونص كده. في شغل جامد هنا. طيب هي اول ملحوظه ان قطعه الفراخ سميكه مش رفيعه خالص يعني. طب هو العيش هنا تحس ان شكله مش احسن حاجه، بس ما ضايقنيش خالص يعني كويس. بس انا هنا مش حاسس بطعم البافالو صوص. الفراخ هنا طبقه البريدنج بتاعتها رفيعه وتتبيله الفراخ هاديه، يعني ما فيهاش توابل كتير. وفلفل الوان هنا مع السلامي عامل شغل جامد قوي، يعني فلفل الوان ايه واخد تشويحه على النار كده حلوه قوي، مع بقيه المكونات الخيار المخلل والكابوتشا، كل ده عامل شغل جامد. فبدايه كويسه. ده كده الساندوتش بتاع سبايدر مان. طيب خلينا نخش على بعده. تاني ساندوتش ده بقى ده هنا لونه اخضر، يبقى ده بتاع هالك. طيب انا شايف هنا بصل مكرمل وتحتيه وافل فرايز وتحتيه شريحه جبنه مع قطعه البرجر وتحتيه قطعه تركي مدخن، ده غير الطماطم والخيار مخلل. خلينا نقسمه نص كده. وقطعه البرجر كمان اصغر من الساندوتش، يعني مش ماليه الساندوتش كله، بس انا متفائل بشكلها يعني مش عارف ليه. لا لما قطعت الساندوتش من النص شريحه البرجر تخينه. انا لما سالتهم على موضوع الالوان ده قالوا لي ان هي واخده موافقه من وزاره الصحه. انا حتى هنا لما قسمت الساندوتش من النص، يعني العيش مش اخضر من بره بس، لا ده هو اخضر من جوه كمان، يعني العيش مخضر في كل حته. الساندوتش بقى هنا عجبني جدا. ليه؟ قطعه البرجر انت حاسس بطعم اللحمه، ما تحسش بقى ان فيه فول صويا والكلام ده. نسبه الدهون فيها كويسه جدا. البرجر طري مش ناشف، والبصل مكرمل حلو. بس التاتش هنا اللي مختلف شويه برغم ان هو بسيط، الوافل فرايز جامده قوي، يعني التيست بتاعها مع البصل مكرمل مع البرجر عامل شغل جامد. ده غير ان التركي المدخن
مدخن برضو طعمه كويس، وقطعه البرجر حلوه قوي. طيب خلينا كده نخش على اللي بعده. ناخد بقى الايه الساندوتش الحجم الكبير ده. جايب لنا هنا حاجات تانية، في جلافز برضو، كاتشب ومايونيز، يعني حتى برضو علبه البرجر معمول فيها شغل جامد. انا قلت لكم على سعر البوكس ده في الاول بالضريبه، وهكتب لكم برضو اسامي السندوتشات كل واحد لوحده. ده هنا فعلا محمل كده غير الباقي. ده هنا بقى الساندوتش الوحيد اللي معانا اللي العيش بتاعه عادي، يعني مش الوان خالص. ده هنا متهيألي كان بتاع سوبرمان باين. ده سوبرمان. ده هنا عباره عن قطعه اناناس وتحتها اونيون رينج وجبنه وقطعه البرجر وروست بيف وهالبينو وخيار مخلل وطماطم. ده شغل عادي. شيل بس الجلافز دي كده لو سمحت. هو قطعه البرجر عنده يعني مش على قد الساندوتش كله، بس هي بتبقى سميكه مش رفيعه، ومتهيألي لو رفعت مش هتبقى طريه، يعني مش هتبقى جوسي يعني. وشريحه الاناناس برضو تخينه مش رفيعه. يعني فكره اصلا اناناس مع اونيون رينجز دي غريبه مع هالوبينو، فخلينا ندوق نشوف. لا ده هنا ما مزجنيش قوي، يعني هنا تحس الموضوع لخبطه زياده عن اللزوم. يعني الروست بيف اصلا انا ما حسيتش بطعمه خالص. ثانيا طبقه العيش اللي تحت دي دابت وانا باكلها خلاص، يعني اتفرولت. ده غير ان الاونيون رينجز هي بصل باودر، يعني مش شرايح بصل حقيقيه. وبرده الاناناس طعمه مش قوي، يعني طعم الاناناس نفسه ضعيف جدا. فمش عارف، حاسس ان الميكس مش ماشي مع بعضه قوي. يعني الاناناس هنا لو طعمه كان اقوى شويه كان فرق جامد في طعم الساندوتش. فلا ده ما دخلش دماغي قوي بصراحه. بس برده قطعه البرجر جامده جدا فعلا، عجباني قوي. نخش بقى على الساندوتش ده. ده هنا الساندوتش اللي لونه ازرق، يبقى ده هنا الساندوتش بتاع كابتن امريكا. ده هنا عباره عن شريحه البرجر وشريحه جبنه وسموكد بيف وصوص مشروم. ده غير طبعا الاضافات بتاع كل ساندوتش، لا كابوتشا وطماطم وخيار مخلل. رجعنا للاحكام الصغيره تاني. هنا بقى الموضوع مختلف شويه، لان انا هنا حاسس بطعم السموكد بيف. ليه؟ لان مفيش مهرجان كتير في السندوتش، مفيش اضافات كتير، مش شريحه اناناس بقى واونيون رينجز ومش عارف ايه، لا هو بس المشروم والصوص بتاعه وشكرا. والمشروم هنا حتى كمان يعني شرايح رفيعه كده، بس الصوص بتاعه طعمه مش احسن حاجه. يعني متهيألي هو لو شال صوص المشروم من الساندوتش هيبقى احلى كمان. فالساندوتش ده هنا ما فيهوش دربكه كتير زي الساندوتش بتاع سوبرمان. يعني ساندوتش كابتن امريكا ده لا، يعني الدنيا ايه، مش هقول اللي هي بسيطه، يعني هو مش ساندوتش كلاسيك، بس الدنيا هاديه شويه. فساندوتش برضو حلو عجبني. طيب خلينا نخش على اخر ساندوتش معانا، وهو ساندوتش باتمان. تعالى دي بقى كده. الساندوتش ده بقى هنا يعني المفروض ان هو لونه اسود، بس هو لونه مش اسود قوي، تحس لونه بني كده. طيب الساندوتش هنا عباره عن شريحه جبنه وشريحه البرجر وتحتها السموكد بيف وبرده طماطم وكابوتشا وفي شرايح بصل كده، وشكله بصل صحيح مش متشوح على النار يعني. بس هنا كان في اضافه كده هو كاتبينها، بيقولوا في حاجه اسمها سومولي صوص. انا مش عارف ايه سومولي صوص ده. يعني شكي طلع في محله. موضوع البصل هنا في الساندوتش صعب جدا. يعني انا معاك ان انت تحط بصل كتير، بس يبقى بصل متشوح على النار. انما تحط بصل صحيح كده يعني محتاج ان انت تخليه شرايح رفيعه قوي، يا اما تحط هي حلقه واحده وخلاص. لكن انت حاطط كتير، طعمه ضارب في بقي قوي. طب والساندوتش هنا برضو تحس ان هو الموضوع ما فيهوش بهرجه كتير. يعني هو اكتر طعمين باينين البرجر والسموكد بيف وطبعا البصل. السمولي صوص ده برضو طعمه باين وطعمه حلو مش وحش، بس البصل لو يتشال من الساندوتش ده او يتشوح على النار ده هيبقى جامد جدا. طيب خليني اشيل الكلام ده من قدامي واقول لكم ملخص التجربه. طيب والله كانت تجربة مختلفة. يعني أنا كنت متخيل إن الموضوع هيبقى مجرد في ألوان البرجر وخلاص، بس لا، الإضافات نفسها مختلفة وفي ميكسات جديدة. يعني في ميكسات أنا أول مرة أجربها النهاردة. في حاجات ممكن أقول إن هي عجبتني أو إن هي ذوقي، وفي حاجات لا ممكن أقول إن هي مش ذوقي، يعني ما عجبتنيش. يعني أنا أكتر سندوتشين عجبوني النهاردة الساندوتش بتاع هالك والتاني بتاع سبايدر مان، دول فعلا اللي الميكسات بتاعتهم عجبتني. بقية السندوتشات لا، يعني في حاجات كنت شايف إن هي محتاجة إن هي تبقى أحسن من كده، أو ممكن نقول إن هي مش ذوقي. بالمناسبة لما رحت هناك وعملت الأوردر وخلاص دفعت الدنيا تمام، فاستأذنته ان انا اصور المكان. قلت له عشان عندي بس تشانل على اليوتيوب وبعمل فيديوهات وكده. قالوا لي طب احنا هنعمل لك خصم للناس اللي تبعك، يعني 25% لمده اسبوع. يعني اي حد من ساعه ما الفيديو ينزل النهارده لمده اسبوع كمان، اي حد هيروح لهم ويقول لهم احنا تبع فود اكسبريس هياخد خصم 25%. والسندوتشين اللي انا رشحتهم النهارده دول بناء على ذوقي الشخصي. يعني ممكن لو حد جرب حاجه تانية من الحاجات اللي ما عجبتنيش النهارده ممكن تعجبه عادي جدا. اما بالنسبه للاسعار فزي ما قلنا، يعني لسه الفتره دي الواحد لما هيبتدي يجرب مطاعم يمين وشمال هيبتدي يشوف رينج الاسعار عامل ازاي. بس دلوقتي احنا بقينا خلاص تقريبا بنتكلم ان ساندوتش البرجر عامل له رينج ال 100 جنيه. ال 100 جنيه دي من سنه كانت تجيب مثلا ساندوتش تريبل. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعمل لايك الفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.